السلام يا قيصر. حياكم الله، رمضان مبارك عليكم إن شاء الله. وعليك يا قيصر. شيخ حافظ في منهاج السنة النبوية الجزء الخامس أن معاوية الباغي أمر بسب علي. يعني ده استنى بس لحظة كما رواه مسلم. لحظة. نعم قيصر لحظة. يعني نعم. رمضان مبارك عليك. قيصر بعد اذنك، يعني تراك ازعجتونا. نعم تفضل. الشيخ حافظ يسالك سؤال، يقول لك ليش انت صايم؟ شو السبب صايم؟ بس السؤال بس، ليش انت صايم؟ بس هو اكثر من كده ما فيش. أنا سألت سؤال عن معاوية. أنت الذي لا ما بنتكلمش في معاوية. خل سيدنا الصيام شيء وسؤال شيء يا أستاذ. لا مش انت بث الشيخ يا عزيزي أنت فاتح لا بث الناس. الشيخ يسألك سؤال، الشيخ حافظ تجيب الناس. يا كابتن الآن النبي أوصى بالعترة، والعترة علي وأولاده، ومعاوية أمر بسب علي وقمع العترة. فهذا هو الدين وهذا هو المنهج. هذه عقيدة الولاء وعقيدة البراء. علينا أن نتبرأ من أعداء العترة ونوال العترة لأنهم الممثل الوحيد. زين الحين تكلمت، ممكن نتكلم الحين؟ ممكن نتكلم؟ تفضل. أنت إنسان أول شيء مش مسلم، شو دخلك فينا؟ نحن مسلمين راضين على كيفنا، أنت شو دخلك؟ كيف خرجتني من الإسلام؟ بأي دليل؟ من قال لك إنك ما سلمت؟ ليش تعيش الجو؟ من قال لك إنك أنت مسلم؟ نحن مسلمين راضين. كيف خرجتني من الإسلام؟ لا تتدخل. هذا أسلوب معاوية الطليق الذي أمر بسب علي. لا تتدخل في أمور المسلمين. لا نستغرب ولا نتعجب من أسلوبكم. أسلوب معاوية، أسلوب بني أمية. ما أنت مو مسلم يا كابتن، أنت إنسان مشرك. كابتن أنت إنسان مشرك بالله، أنت مو مسلم.